السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ضربة مفك. القناة بتقدم لك كل جديد في عالم الموبايلات والتقنية بطريقة بسيطة ومفهومة لكل الناس. هتلاقوا هنا شروحات سهلة وبسيطة ومراجعات لأجدد الموبايلات في السوق، ونصايح تخليك تستخدم موبايلك صح وتستفيد منه لأقصى درجة من غير تعقيد ولا وجع دماغ. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة. النهاردة معانا موبايل ناس كتير مستنية وناس أكتر محتارة فيه، ون بلس 15R. الموبايل ده سعره يخليه في الفئة المتوسطة العليا، لكن المواصفات اللي بيقدمها تخليك تحس إنك ماسك حاجة قريبة جدا من الفلاجشيب. التصميم السنة دي مختلف بوضوح عن الجيل اللي فات. وحدة الكاميرات بقت بشكل جديد ومميز، واخد طابع عصري وأنيق. الخامات: ظهر زجاجي، فريم ألومنيوم، الإحساس في الإيد فخم والموبايل ماسك نفسه كويس جدا. الوزن حوالي 222 جرام، وزن ملحوظ شوية لكن متوازن ومش مزعج في الاستخدام اليومي. الشاشة هنا قوية جدا، 6.8 بوصة، أموليد، دقة 1.5 كي، 165 هرتز، أكتر من مليار لون، حماية جوريلا جلاس 7 آي. حصل داونجريد بسيط عن السنة اللي فاتت في LTPO، لكن في المقابل ريفريش ريت أعلى، دقة أعلى، تجربة مشاهدة ممتازة، ألوان ممتازة وسطوع قوي، ومشاهدة محتوى وألعاب على أعلى مستوى. الشاشة دي بصراحة ممتازة جدا. الكاميرات: الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل سوني IMX 906 مع OIS، 8 ميجا بكسل ألترا وايد. أيوة، مفيش عدسة تليفوتو زي السنة اللي فاتت، وده يعتبر داون جريد على الورق. لكن ون بلس عوضت ده بمحرك ديتيل ماكس انجن، وده محرك معالجة صور جاي من الفلاجشيب. النتيجة: صور حادة، ألوان طبيعية، كونتراست مظبوط، أداء ممتاز في الإضاءة الضعيفة. بصراحة الصور طالعة فلاجشيب ليفل. السيلفي: أداء كويس جدا، تفاصيل وألوان محترمة. المعالج هنا وحش، سناب دراجون 8 إليت، معمارية 3 نانومتر، أداء أنتوتو فوق 3 مليون، ثبات أداء حوالي 84%، الألعاب شغالة 120 وحتى 165 فريم، تجربة ألعاب قوية جدا ومختلفة عن أغلب المنافسين. البطارية 7400 ملي أمبير، شحن 80 واط، بطارية عملاقة تكمل معاك يوم كامل استخدام تقيل، والشحن سريع وعملي. في الآخر ون بلس 15R موبايل متوازن جدا، شاشة ممتازة، أداء قوي جدا، بطارية عملاقة، تجربة استخدام مستقرة. مفيش عدسة تليفوتو، لكن جودة الصور عموما ممتازة. لو بتدور على موبايل يعيش معاك سنين ويقدم تجربة قريبة من الفلاجشيب بس بسعر أقل، فون بلس 15R اختيار قوي جدا. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب رأيك في الكومنتات. استنونا في فيديو جديد من قناتكم ضربة مفك.